السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات سودانية في أمريكا. وصباح الخير وين ما كنتم، مساء الخير أينما كنتم. الليلة حابة أشارككم طريقة الباستا السودانية. المكونات: ورق جلاش، ودي السمنة اللي أنا عملتها المرة اللي فاتت الفيديوهات السابقة. تحويل الزبدة إلى سمنة عفوا. في البداية هعمل السيرم: كوبايتين سكر عليهم كوبايتين موية. هسه حكب الموية الكوباية الأولى وحط على تاني كوباية، وهاخد عليهم شريحة ليمون. هخليهم في نار متوسطة لحد القوام يتقل شوية، لا خفيف شديد لا تقيل شديد، قوام متوسط. وبعد ذاك دي ده ورق الجلاش افتحه وحفرده في الصينية، واختار 8 ورقة جلاش والفهم شكل لورا. وبعد ذاك هقطعهم وارصهم في الصينية. هنا بديت فردت الجلاش على الصينية، وبعد ذاك هلفهم شكل لورا واقطعهم وارصهم في الصينية واسقيهم سمنة، وادخلهم الفرن على نار 350 لحد ما تتحمر او تكون شكلها مقرمش. هنا لفيتها كلها وبعد ذاك هبدأ اقطعهم. انا كنت بحسب فيهم اتأكد يعني انهم كانوا في ورقة جلاش متلصقين مع بعض. وبعد ذاك هنا انتهيت من اللف بتاعهم وهقطعهم وارصهم في الصينية. في البداية السكين ما ساعدتني انه يتقطع لي بطريقة مناسبة، فغيرت السكين، جبت سكين تانية وقطعتهم كلهم. وده كل الجلاش الفضل عندي قطعته ورصيته في الصينية. هقطعه كله وهرصه في الصينية وحزيه بالسمنة اللي انا سيحتها. صرت كوباية الكوب المعياري 1 كوب معياري بتاع سمنة، سيحتها في النار جيت زقيتها بيها، وهدخلها الفرن على 350 لحد ما تتحمر. وبعد ذاك تطلع واسقيها بالسيرم. هنا بعد ذاك طلعت هسقيها بالسيرم وحار